المعروف عن الفنان الراحل ممدوح عبد العليم إنه كان قليل جدا في الظهور الإعلامي وواخد سكة النجوم الكبار في الحتة دي. حياته الشخصية كانت دايما بعيدة عن الصحافة والإعلام، لكن للأسف في جوازته الأولى الكلام ده معرفش يطبقه خالص. ممدوح كان متجوز فنانة لبنانية اتشهرت بأدوارها الجريئة واللي اتمنعت من دخول مصر بسبب مسؤول كبير في البلد، وكان دايما اسمها مرتبط بعلاقات غير شرعية. في الفيديو ده هتعرفوا تفاصيل الحكاية كلها. دايما بنقول ان الجمال نعمة، بس في حالة الفنانات جمالهم ساعات بيقلب لنقمة، وخاصة لو الجمال طاغي وأنوثة جبارة فيتحصر كل أدوار الفنانة في الإغراء، زي في حالة الفنانة نبيلة كرم. نبيلة كرم هي ممثلة لبنانية من مواليد 54، حاصلة على ليسانس في الفنون الجميلة، وكانت بتشترك في مسرح الجامعة الأمريكية اللبنانية اللي بدأت مشوارها الفني منه، واكتشفها وقتها المخرج المسرحي موريس معلوف. وبدأت سنة 74 تشتغل في الدراما اللبنانية، ومن بعدها بدأت مسيرتها الفنية في مصر وسوريا وكمان المغرب. نبيلة اشتهرت في الوسط الفني بأدوار الإغراء، ومن أشهر الأفلام اللي قدمتها في مصر اخترت حياتي، صراع الحسنوات، امرأة متمردة، ساعي البريد، وباب الشرق. وهي كانت من أشهر الوجوه الجميلة في الوقت ده، وبسبب جمالها وأنوثتها كان كل المخرجين حاطينها في أدوار الإغراء. اتعرفت على ممدوح عبد العليم وحصل بينهم إعجاب وانتهى بالجواز، وكان أول جواز لممدوح، وكان شرطه الوحيد إنها تعتزل الفن، وفعلا وافقت من غير ما تفكر. بس بعد فترة اكتشفت إن التمثيل بيجري في دمها وحبت ترجع تاني، فما كملوش واتطلقوا. وساعتها ممدوح عبد العليم قال إنها فترة جواز فاشلة. وبعد فترة قصيرة جدا حصلت مفاجأة، واتجوزت عرفي من الفنان إيمان البحر درويش اللي كان صاحب ممدوح عبد العليم، وده اللي خلى الناس وقتها قالت إن هي خانته مع صاحبه. بس الفنان إيمان البحر درويش كان دايما بينفي الخبر وبينكره. وبعد فترة كانت في لبنان ورجع مصر، ولكن منعوها من الدخول واتهموها بإقامة علاقات مخلة للآداب بسبب أدوارها الجريئة. بس كان في لغز وقتها، لأن كان في فنانات كتير بيعملوا زي أدوارها وما كانوش بيتمنعوا من الدخول. طب اشمعنى هي؟ بعدها عرفنا السر. السبب كان أوامر من وزير سابق في مصر، وده كان بسبب خوفه على ابنه اللي كان بيحبها ومغرم بيها وبيروح لها دايما. نبيلة دخلت مصر بعدها، بس لما الوزير ده مشي من منصبه، وده اللي أكد المعلومة. نبيلة كرم غابت فترة ورجعت متجوزة في السر من راجل أجنبي أصله لبناني، وعاشت معاه في السويد. بس قبل جوازها أعلنت اعتزالها، وده كان بسبب الصدمات الفنية والمعاكسات اللي كانت بتتعرض لها.